بص يا خلود، انا عارف ان انت بتتمنى العيشه اللي انا عايشها، ان هو يبقى عندك عربيه وشقه وتعيش ما بتشتغلش ما تعملش اي حاجه، ومن الاخر يعني ايه بالبلدي كده مراتك هي اللي بتصرف عليك. ومين ما بتمناش اللي انت فيه يا عمنا؟ عندك حق، ما انا برضو كنت زمان بتمنى ده وفضلت ادور على ده لحد ما عملته. سبت البنت اللي حبيتها وحبتني عشان خاطر اخد واحده تصرف عليا وتعيشني وتلبسني اكلني، معايا فلوس، عندي عربيه، عندي شقه، اعمل كل اللي انا عاوزه. ومش بلوم عليك، بس هفهمك حاجه، انا قمت بالتجربه دي انت ما قمتش بيها، فواجب عليها ان انت كصديقي افهمك النقطه دي. ما تفهمنيش يا عم، هاتها انت بس العروسه المتريشه دي ومالكش دعوه. هجيبها لك، بس والله هتندم. عارف ليه هتندم يا صاحبي؟ لان صدقني اي بيت في الدنيا فيه خلاف، هو وارد جدا انك تتخانق معاه وده طبيعي. اول حاجه هتعملها هتعايرك بالحاجه اللي هي جابتها لك، هتعايرك بالهدوم اللي انت لابسها، هتعايرك بالعربيه اللي انت راكبها، هتعايرك بالشقه اللي انت عايش فيها، هتعايرك بكل حاجه. خلي بالك مش هيبقى برضو من حقك تقول لا تلت التلاته كام، ما انت لا مؤاخذه سمحت بده. يعني مش من حقك تقول لها انت رايحه فين ولا جايه منين ولا هتعملي ايه ولا اي حاجه. كفر هي اللي سايقه، لانها هي اللي بتاكلك وبتشربك، هي واهلها، فانت رضيت بده فلازم تسكت. فانت ممكن ما تفهمش الكلام اللي انا بقوله لك ده، زي ما انا كمان برضو ما كنتش فاهمه، لكن دلوقتي فهمت. ولو يرجع بيا الزمن عمري ما كنت هعمله. صدقني يا خالد بقول لك الكلام ده من غلبي، والله العظيم من غلبي. لو رجع بيا فعلا الزمن هشتغل على نفسي وهتعب وهثبت نفسي وربنا يكرمني، وهيبقى هجيب العربيه دي بفلوسي، وهتجوز البنت اللي انا بحبها، هعمل كل حاجه نفسي فيها. لكن انت طول الوقت مهدد يا ابني. انت تعرف انا لو طلقت هرجع شحات، تحب تختنى وفي لحظه ترجع شحات تتمنى ده؟ والله انت ممكن يبقى معاك حق في كل اللي انت بتقوله ده، بس يا اخي كل اللي انت بتقوله ده ما يشغلنيش. هات لي انت بس المزه الحلوه المتريشه وانا هعيش يا اخي. انت واحد مش عارف تعيش، انا هعيش. انت هتعيش وسيبني اعيش بقى. هسيبك تعيش، وبالفعل يا صاحبي هسيبك تعيش، بس افتكر انت اللي اخترت. وانتوا يا جماعه اللي هيشوف الفيديو ده يقول له هل هو اللي صح ولا انا اللي صح.